بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة الجزء الثالث من شرح سلسلة كتاب الجامع في خط الرقعة. النهاردة هنبتدي ندرس مع بعض، ناخد حرف الصاد ونعرف بيتكتب ازاي. حرف الصاد بيبتدي من أسفل إلى أعلى، بالصورة دي. هل ده شكل الثلاث نقاط؟ لا، شكل الثلاث نقاط كده. يبقى في فرق اولا في الاتجاه، واضح. ثم الضلع ده ضلع من اسفل الى اعلى، وبعدين بيلف دوران، وبعدين يلف اكنه في اتجاه نازل، اكنه هيوازي الجزء اللي صعد منه. وبعدين هنزل بالصورة دي شبه مقوس نازل لأسفل. لو خدت خط كده هلاقي أنا عندي هنا نقطة، الصاعد بتاعي اللي بقى ظاهر منها 2، والجزء اللي لف ده ونزل مقداره نقطة. طيب لما نقف هنا، وهنا ده نزول مش تقوس وصاعد لأعلى، لا هو نزول فقط. وبعدين يقابلني بداية الكأس، الكأس عندنا برضو بنأكد على الجزئية دي، وهو إن الكأس على خط واحد، البداية مع النهاية، تحت نقطتين واتساع الداخلي نقطتين. طيب ده حرف الصاد. طب حرف الضاد هيفرق عن ده في ايه؟ هل ينفع اعمل كده واحط النقطة واقول ده ضاد؟ اقول لك لا، ما ينفعش. ما عندناش الضاد دي. الضاد عندنا في الرقعة ليها شكل مميز وخاص بيها. طيب نبتدي نكتب الضاد. نفس الفكرة بتاعت الصاد. جميل. اللي هيفرق معانا الضلع التاني، الضلع رقم 2 اللي جاي ده. هنلاحظ هنا اختلاف. هنا انا كنت نازل شبه مقاوس لتحت، ما اديتش ايحاء بصعود لاعلى. هنا في حرف الضاد في تقوس وايحاء بصعود لاعلى. تمام. دي نقطة اختلاف مهمة جدا جدا بين حرف الصاد وبين حرف الضاد. الاتنين اتفقوا في ان نقطة هنا ونقطتين الجزء الصاعد ده. طيب يجي بعد كده يقابلني ايه؟ يقابلني حرف النون اللي احنا خدناه. حرف النون اللي احنا خدناه يبقى ده حرف الضاد. الرأس نفسها ما اختلفتش، الضلع اللي رايح للنزول الجسم هو اللي اختلف. يبقى ده كان مقوس، هنا كان شبه مقوس. تمام. نفس الفكرة الجزء ده، ولما ناخد خط كده احنا قلنا ان في الاجمالي ده معانا نقطتين، بننزل تلتين ونطلع تلت، او ننزل 3/4 ونطلع ربع، وبيكون الجزء ده مقداره نقطتين، وبيكون هنا المنطقة دي من نقطة لنص نقطة، وبيكون معانا هنا نقطتين.
الجزء مهم جدا اللي عايز ارجع له بس في الجزء ده، ان الجزء ده ما بنسيبش من راس الصاد لحد الجسم الكأس، ما بنسيبش اكتر من نص نقطه. يعني المنطقه دي ما بنسيبش فيها اكتر من نص نقطه، وطول الوقت بنحافظ على حاجه، ان زاويه ميل بدايه الكأس هو زاويه ميل نهايه الكأس. تمام. نفس الفكره هنا، الجزء ده نازل مقوس، الجزء ده نازل مقوس، الاتنين بيوازوا بعض. تمام. الجزء ده نازل من سميك الى رفيع، الجزء ده من سميك الى سميك، هو نفس السماكه. طيب ده حرف الصاد وحرف الضاد. ايه بقى حرف الطاء؟ حرف الطاء من الحروف متشابهة مع حرف الصاد في جزء، ومختلفة معاه في جزء. أول حاجة الجزء ده اشتركت فيه مع رأس حرف مين؟ الصاد. لكن مع نزول مع نزول بتقوس بسيط وخروج، هنلاحظ حاجة هنا، ان انا السمك بتاعي من المنطقة دي انا امنت السمك بالخروج الكامل لحد ما عديت المنطقة دي. ابتدي بعد كده اعمل رسم او تظليل الجزء ده طبعا بيترسم. ناقص عندي شارة الطاء، شارة الطاء بتتحط فين؟ بتتحط على التلت الشمال اللي هو هنا. طيب شارة الطاء تلمس الطاء ولا ما تلمسش؟ تلمس. الشارة تلمس الرأس الطاء ولا لا؟ ممكن تلمس وممكن لا. انما بنحافظ على ان الطول بتاع الضلع ده بتاع الشارة ده بيبقى 3 نقاط. هو يا جماعة اسمه شارة الطاء مش ألف الطاء. الألف ده حرف، إنما دي شارة بتشير إن الحرف ده حرف الإيه؟ حرف الطاء. بناخد بقى الفراغ ما بين الشارة بتاعت الطاء ونهاية الطاء، هو بيبقى نقطتين، وتحت الطاء نقطة. ونفس الفكرة خدت صورة الطاء الصاعد ده نقطتين، والجزء اللافف والنازل نقطة. تمام؟ طيب بنلاحظ حاجة، بنلاحظ إن في مساحة رأس الطاء أكبر قليلا من مساحة رأس الإيه؟ الصاد. أكبر قليلا من مساحة حرف الصاد، من رأس الصاد. طيب طبعا النقطة هنحطها في المنتصف. يعني ايه في المنتصف؟ يعني على مسافة تقريبا واحدة بين رأس الطاء وبين شارة الطاء، بنكون وضع النقطة. طيب ممكن ناخد حرف ايه تاني؟ ناخد حرف، هناخد رأس الفاء، او هناخد جسم الفاء، وهناخد القاف، ونقدر نميز ما بينهم بشكل كبير. لو انا عملت كده، عشان دي النقطة دي بقى المهمة جدا جدا دي، لو انا عملت كده وجيت بعدها عملت كده، ايه الفرق في الاتنين؟ الفرق في الاتنين هو ان الحجم بتاع الرأس دي اكبر من الحجم بتاع الرأس دي. جميل. طيب اقدر اميز الجسم اللي جاي من الرأس؟ طبعا اقدر اميز الجسم اللي جاي من الرأس. اقول ان الرأس الكبيرة دي رأس فاء، الرأس الصغيرة دي رأس واو ورأس قاف. طيب ليه؟ ليها طبعا سبب، ان الجسم اللي جاي بتاع الفاء هو جسم ايه؟ جسم حرف الباء بسماكة كاملة. فالسماكة الضخمة دي يستوجب رأس مناسب لحجمها. طيب القاف
السماكة الرفيعة دي للقاف مناسبة الرأس ليها، يبقى الرأس الحرف مناسبة لجسمه، رأس الحرف مناسبة لجسمه. طيب نرجع للفاء. حرف الفاء هنلاقي ان نفس تقنية كتابة الرأس اللي هي جزء بالشكل ده وده ما يطولش، وبعدين الف فوق وانزل بالشكل ده، هو شكل هرمي، هو شكل مثلث. رأس الفاء شكلها مثلث. تمام. اهم ما يميز رأس الفاء والقاف والواو هي العنق. هو العنق مهم جدا جدا. طيب هنلاقي حاجة بقى تاني، ان الجبهة بتاعت الفاء زاوية ميلها هو نفس زاوية ميل نهاية جسم الفاء، واتساع الفاء تلات نقاط. طيب لما ناخد خط كده هنلاقي ايضا نقطة ارتكاز الكأس على التلت الاخير. حجم الرأس لما ناخد خط كده هو حجم نقطة واحدة فقط. حجم الرأس القاف او الفاء نقطة واحدة، انما طبعا بتكون النقطة دي اصغر شوية في رأس القاف. طيب القاف بقى احنا اتكلمنا على الكأس بتاعت الحروف اللي فاتت، النون والسين، وقلنا ان احنا فين زيها الصاد تلتين نازل وتلت صاعد، يعني نقطة ارتكاز في التلت الاخير. لما نيجي نحط القاف في هيكل كده نتكلم فيها، هنلاقي ان نقطة ارتكاز القاف في التلات ارباع الاخير، يعني تنزل تلات ارباع وبعدين تطلع في ربع. يبقى نقطة ارتكاز كأس القاف مختلفة خالص عن نقطة ارتكاز الصاد والسين والنون. طيب ايه تاني؟ احنا اتفقنا ان الكاسات بتاعتنا كلها شكل البيضاوي. هنا البيضاوي مائل بشكل زايد، وهنلاحظ حاجة ان الجزء ده بتاع نهاية الكأس هو نفس الفكرة بتاعت الجبهة. احنا يا جماعة قلمنا ما بيتغيرش في ايدينا، الزاوية ميل القلم بتاعتي ما بتتغيرش. كل اللي هيحصل حاجة بقى، انا عندي رأس الفاء او رأس القاف كده، هل الديل بتاعها او نهايتها على خط واحد مع الرأس زي الكأس بتاع الصاد والشين؟ لا. طب ايه؟ قال لك النقطتين بينتهوا في وسط الجبهة، يعني جبهة الرأس دي في نصها بالظبط تقف هنا، وبعدين ابتدي اعمل الجزء الخروج بتاعي اللي راجع بايه؟ هل راجع مستقيم ولا راجع مقوس لاسفل؟ لا، راجع مقوس لاسفل. اتساع القاف من الداخل 2. هنا هناخد نقطة مريحة جدا في المنطقة دي. تمام. الجزء اللي مهم جدا نعرف احنا عملنا صح ولا غلط، اذا السمك بتاعي في المنطقة دي بيبتدي يقل، يعني انا نازل رفيع بيبتدي ينزل سميك يبتدي يقل. اذا الجزء ده اداني رفيع انا بكتب القاف بشكل سليم. ماشي. طيب الجزء ده اللي بيلف ده مقداره نقطة ونص. الجزء ده مقداره نقطة ونص، وهنا حاجة من الاتنين، بتكون الزاوية بتاعته او الدوران بتاعه او الكورنر بتاعه دوران صغير جدا، ولازم السماكة في البداية تكون اكبر وبعد كده بتكون اقل. نتيجة ايه؟ نتيجة التقوس. نعرف ان احنا اي حاجة هنعملها بتقوس هتديني سمكتين. انا منتظر ان شاء الله يعني اي اسئلة، وان شاء الله باذن الله اشوفكم في الجزء الرابع، واتمنى ان يكون الجزء ده والجزئين اللي فاتوا يكونوا نافعين ان شاء الله. شكرا لكم. السلام عليكم.